ذهب ليبحث عن الرسول فضاع في أرض العجائب. كان قبل ظهور الرسول بمئات السنين، وتنبأ لقومه من اليهود بظهور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سافر بين الأبعاد الزمنية واستخدم اسم الله الأعظم لينجو من العذاب، وخاض مغامرات مرعبة وعجيبة لا مثيل لها. فالتقى بالخضر ووجد خاتم سليمان واكتشف سر إبليس. في زمان بعيد بدأت مغامرة لا مثيل لها. انتشر خبر عن رجل غامض سافر عبر الأزمنة والأماكن باحثا عن نبي لم يولد بعد. هذا الرجل هو بولقيا، والذي بدأت قصته العجيبة منذ قرون قبل ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قرر بولقيا أن يجده، فبدأت مغامرة لا تصدق محملة بالأسرار والغرائب. بولقيا كان مغامرا لا يعرف المستحيل، وفي رحلته شاهد أشياء لا ترى إلا في الأحلام. عبر البحار السبعة، رأى قبر سيدنا سليمان وحاول سرقة خاتمه السحري، ولكن السماء كانت له بالمرصاد مستعدة لتعاقبه. فما الذي حدث له؟ وكيف اكتشف أسرار إبليس؟ وهل حقا التقى بالخضر عليه السلام؟ في إحدى الليالي عندما اقترب بولقيا من تحقيق هدفه، التقى برجل يدعى عفان الخير، الذي أقنعه بأخذ خاتم سليمان، لكن ما إن أمسكا بالخاتم حتى اهتزت السماء فوقهما، ونزل منها ملاك زأر زئيرا مخيفا اهتز له كل شيء، واحترق منه عفان الخير ومات على الفور. خائفا سأل بولقيا: من أنت؟ أنا لا أقصد الأذى، أنا فقط أبحث عن محمد. فرد عليه الملاك: أنا جبريل، ملاك منزل من السماء. ارتعد بولقيا وهرب متجها إلى كهف قريب. واصل بولقيا رحلته حتى رسى على جزيرة في البحر السابع، أرضها من الذهب وعشبها من الزعفران، وبها أشجار ونخيل ورمان وزيتون. هناك واجه قبيلة غاضبة تهتف: لا إله إلا الله،